خروج منتخبنا الوطني حاجه كانت باينه قوي، مركز رابع واخد بالك، شويه ايه كعبله كده ايه ضايقين من بعض شويه، عايزين نتكلم على ايه كام نقطه كده ايه ناخدهم نفنطهم واحده واحده، واخد بالك انت ايه النشيد الوطني النهارده صفافير ومش عارف ايه خلينا بس ناخدها ايه كيس كيس حته حته. تمام. اول حاجه يا باشا، انت لما كنت في كاس العالم احنا كنا بنشجع المغرب بطريقه جنونيه كأن منتخب مصر بيلعب. ليه يا باشا بقى؟ عشان احنا ما عندناش نقص، احنا كشعب ما عندناش نقص، بنفرح للغير عادي، اللعب الحلو بيقول عليه حلو. المنتخب المغربي على مستوى الناشئين وي بسم الله ما شاء الله ماشي كويس جدا ومنهج عالي جدا وهيوصل حتت كتير. المنتخب المغربي الفترة اللي جاية دي هيبقى تقيل قوي، تقيل يعني 10 سنين اللي جايين دول هيبقى تقيل 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 محترم كده وايه مدلع نفسه، واخد بالك انت؟ انا بقول دي الحقيقة يا باشا، انا عشان اوصل لهم محتاج شوية شغل ايه على الهادي كده. فيا جماعه ايه بالراحه كده، هو الراجل بيتكلم 7 بطولات، هنيجي برده في حته تانية 7 بطولات، انا 7 بطولات انت عشان توصل لهم محتاج يعني زمن ما، محتاج شويه كتير قوي 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 عشان توصل للرقم بتاعي. مش والله انا مش بعايرك بس دي الحقيقه. تمام. نخش على الناحيه التانية، كابتن ابراهيم حسن لما بقالهم 50 سنه ما خدوش بطوله. بص يا كابتن انت كده مدرب هاوي، انت لو هتفضل كده تفضل مدرب هاوي يعني مش مدرب محترف. استفزك، قال لك انت بتعلق فشلك وبتعلق، هو الراجل ما قالش ما انت فشلت فعلا، هو الراجل ما قالش، انت بقى الرد اللي تعرف ترد رد كويس. هو الراجل جاب لك ايوه فعلا احنا فشلنا، هو اللي بيحصل ده ايه كنافه؟ ما هي فشل. ما انت لما ما بتعرفش توصل نهائي وتطلع رابع بقى ده فشل، ما هو الراجل قالها لك بطريقه مثلا انت قلت له خليك، لا هيقول لك ايه فشل بالكريمه، ما انت فشلت، فالراجل برضو ايه نديله حقه وندي الكابتن ابراهيم قال لك انت فشلت فمش عارف ايه اللي حصل كده، راح جاي الكابتن ابراهيم بقى له 50 سنه مالكش دعوه، 50 60 سنه مالكش دعوه، انت مدرب منتخب مصر. وبرده كانت في حركه برده بتاعت رامي ربيعه برده لما عمل كده وراح جاي شاتم رامي ربيعه، راح جاي لافف وشه كده وراح جاي شاتم وحاطط ايده على بقه كده ولما رامي عمل له كده ما عملوش كده راجع عادي يعني ما عملش حاجه، بس هو الكابتن ابراهيم معروف يعني كابتن ابراهيم وحسام معروف ان هم ايه الدنيا معاهم بتكون صعبه شويه وبيشتموا وبيعملوا ما عندهمش مشكله خالص يعني بشهاده لعيبه كتير جدا. فمدرب منتخبنا الوطني ما يعني انا شايف من وجهه نظري مش لازم يكون الكابتن حسام حسن في كاس العالم، عشان احنا عندنا لعيبه يعني انا من وجهه نظري برضو اللعيبه اللي لعبت البطوله دي كانت في روح عاليه قوي. انا اقسم بالله في البدايه قلت لكم يا جماعه الروح العاليه قوي اللي في البطوله دي بطوله روح بطوله، بس ولا مدرب بطوله ولا ده لعب بطوله خالص، ده لعب على الهادي خالص شويه دفعوا وهاجموا، والراجل لما سابها يعني لما سابها كان لنا شكل يعني ماتش نيجيريا النهارده الناس كانت بتشجع بقلب مع انه ثالث ورابع بس شافوا كوره بتفرج. انت ممكن يا باشا تخسر وتترن ويطلع عين اهلك، بس انا شايف شوبير لازم يقف، ما كانش الشناوي خالص، انت ما عندكش رؤيه، انت باصص لحاجات تانية، انت عاوز تقعد، انت يا باشا مثبت في الكرسي وعاوز تقعد، فانت بتحسبها يعني معايا فاهم انا قصدي ايه؟ فالدنيا على البايظ خالص معاك، فرحت جاي انت هوب بليزا مش عارف ايه بوظت لنا الدنيا خالص، طلعت لنا كاس العالم هناخد علقه، هناخد بالشباشب في كاس العالم، شباشب وقلمه وافيان وشلاليت، وزي ما انت عاوز تقول قول عيش حياتك يا باشا، احنا هنتروق في كاس العالم سيبك. انا قلت لك في البدايه ما صدقتنيش وكدبت العبد الغلبان، قلت لك يا باشا الدنيا رايحه في داهيه عندنا، مش على مستوى برضو ايه عشان برضو ما نظلمش الكابتن ايه، نخش بقى الجنب التاني اتحاد الكوره، احنا ما عندناش اتحاد كوره، ما عندناش عدل، ما عندناش حاجات كتير جدا، ما عندناش ناشئين، ما عندناش الكلام ده مش موجود عندنا. فانت عشان قدام تعمل له قدام مش عشان السنتين لا السنين اللي جايه محتاج تغير حاجات كتير جدا في اتحاد الكوره، محتاج اتحاد الكوره كله يتفرمط كده يا باشا، شيفتد ليت مش شيفتد ليت اللي هو ما ينزلش تاني، مش في الريسايكل بين ارميه، ونشوف ناس جديده كده شباب يا جماعه، مش لازم مثلا اللي يجي بعد منه كبير في السن واللي يجي بعد منه كبير في السن، هو ايه يعني البلد دي كبار في السن بس ما فيهاش ناس صغيره؟ والله العظيم فيها ناس صغيره محترمه، فيها كوادر محترمه، وسيبك من لعيبه الكوره، انا راجل زملكاوي سيبك من حازم ومش عارف وفلان وعلان وترتان ومش عارف وجمعه وسيد ونجيب اللعيب الفلان، مش لازم يبقى لعيب على فكره يعني مش لازم انفانتينو رئيس اتحاد الكوره ده اكيد ده ما كانش بيلعب جولف قبل كده بالقرعه دي يعني، حتى لو كان بيلعب كوره ما حدش سمع عنه في طبق اليوم. مارادونا ما كانش رئيس اتحاد الكوره العالمي مره في ما حصلتش، اخويا ميخي مش مرشح، اخويا كريستيانو برضو مش لازم يكون لعيب كوره عشان اوديه يا برنس يعني يدير لي الدنيا، ولازم اجيب اداره فنيه لاتحاد الكوره. يعني ايه اداره فنيه لاتحاد الكوره؟ ولازم الكابتن طبعا فاروق جعفر يكون فيها، ده طبعا كابتن فاروق جعفر في اداره فنيه اتحاد الكوره، اللي انا بقول ده اتحاد الكوره والزمالك، وممكن يخش في الاهلي مع عادي الثلاثه باشا، ولو في زد ماشي اس اكس او ما عندوش مشكله خالص، كابتن فاروق جعفر لازم يكون في كل مكان. انا مش عارف بصراحه انجازاته انا ما حضرتهاش، بس انا ما شفتهاش فانا ما اعرفش، يمكن عمل حاجه فتفيد ما يعرفش، فاللي هيخش مرشح برضو ايه ما تخنقناش يعني، مش لازم يكون المرشح اللعيب الفلاني النجم الفلاني، مش لازم خالص يلعب كوره لعيب كوره، مش لازم والله، مش لازم والله ما لازم، مش عافيه هي مش قهر، ويجيب لجنه فنيه ويجيبوا كروش مش عارف مدرب وايه ومش عارف ده مدرب مصري مدرب أجنبي.
تعبنا بصراحه واستوينا استوينا. نخش على اخر واحد، صلاح. باشا مفيش خالص يا باشا. انت باشا بالله عليك بالرضا، انت انسان مش عارف بصراحه. انت باشا بتحب مصلحتك وباين قوي، بس احنا يعني انا في ناس متضايق منها وربنا متضايق منها قوي. ناس قلت لها ده اللي بيحصل، والراجل ده بيجي عشان مصلحته، والراجل ده بيجي عشان نفسه. لما الريتم بيقع بيجي يبان عندك شويه يموت نفسه، لما الدنيا بتاعته بتهدى شويه يروح مش عارف ايه، يجي يلعب معاك ينط من فوق. ده اللي قلته والله من فتره كبيره، من متوشه كتير قوي. انا صلاح مش مكتشف الموضوع ده فيه من النهارده، لا صلاح من كتير قوي هو كده. بس احنا ايه، صلاح والكابتن والشهره لازم تاخدها ليه؟ العدل اساس الملك. سيدي ماني مش كابتن منتخب السنغال، مش عافيه. هي مش عافيه، انت واخد الشرف فرحان بيها، هي مصاصه. فبرضه يا جماعه شويه حاجات كده ايه ملهاش اي لازمه خالص، شويه حاجات في البلاله في البطيخ مش لازم. طلعنا خلاص، بس اللي جاي ايه بقى الله اعلم. اتمنى يكون حد يعني مش لاعب كوره يمسك اتحاد الكوره، اداره فنيه، اداره مش ناس ايه، ناس جديده. عايزين مش اعلاميين برضو، لان الاعلاميين الله اكبر شمال يمين نكسب نخسر يخي. طب ايه، طب انت ما فيش في النص، ما عندكش راي. ما هو مش دايما هبقى معاك ومش دايما هبقى ضدك، ده الصح. ودايما هيكون في حاجات حلوه هقولها وفي حاجات لا، مفيش الكلام ده. احنا حلوين وحشين خلاص. ما هو ما عندوش هو باشا. هو شوف الناس ايه بتحب كده بيروح، بتحب كده بيروح. مفيش، ما عندوش. احنا محتاجين فرمطه فظيعه، اعلام واتحاد كوره كله يا باشا، ولعيبه كمان. ده اللعيبه محتاجه تتعلم، زي ما قال لك دحيح، قال لك احنا عندنا اللعيبه ولا بتلعب قمار ولا بتلعب كوره. هارد لك. ويا ريت تعمل لايك سبسكرايب، تفعل معلمه ما تفعلش الجرس سبسكرايب. السلام عليكم.